السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء أي عادة بيمر بأربع مراحل: الإشارة، الرغبة أو الدافع، الاستجابة، والمكافأة. شرحنا في الحلقة اللي فاتت إزاي نخلي الإشارة واضحة. في حلقة النهاردة هنعرف إزاي نخلي الدافع جذاب. لو أول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية أو ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد من محتوى الكتب، تابعنا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجاية. أي سلوك عشان نضمن تكراره لازم نخليه جذاب. يعني إيه نخليه جذاب؟ يعني نخليه ممتع، لأن السلوك اللي بنستمتع بيه بنمارسه بمنتهى السهولة. دلوقتي يعني أنا بعمل كل حاجة في حياتي بصعوبة، ماشي؟ بلبس البنطلون بصعوبة، بلبس التيشيرت بمعجزة، الجزمة على ما البسها يعني إذا شفتها أصلا بنهج، حتى وأنا نايم بصحى من صوت شخي. كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة إلا حاجة واحدة: الأكل. ده الحاجة الوحيدة اللي بعملها بسهولة. عشان كده قررت إني مش هخس. ليه العادات الجذابة بتكون سهلة في ممارستها؟ بمنتهى البساطة لأنها بتحفز العقل وبتخليه يتوقع المكافأة اللي هي بتكون شعور المتعة بالنسبة له. وهنا بتيجي قوة التوقع، لأن جاذبية العادة مش بتكون في ممارسة السلوك نفسه، لكن بتكون في توقع المكافأة اللي هتحصل عليها بعد السلوك. والسلوك لما بيكون جذاب بنضمن تكراره. بمجرد ظهور الإشارة بتحفز هرمون الدوبامين عشان يدفعك لممارسة السلوك. انت بمجرد ما تدخل البيت وتشم ريحة الأكل على طول بتحس بالجوع، لأنك عارف إن ماما أشطر طباخة في الدنيا، وإنك بتستمتع لما بتاكل أكلها. الليلة اللي قبل الرحلة وإنت بتستعد مش ممكن تعرف تنام، لأنك بتكون متحفز جدا ومتوقع الشعور بالسعادة والاستمتاع أثناء الرحلة، والدوبامين عندك بيعلى جدا وبتحس بالسعادة أثناء استعدادك للرحلة أكتر من السعادة اللي بتحس بيها أثناء الرحلة نفسها. وده اللي بيخليك عايز تطلع رحلات تاني وتالت. فتوقع المكافأة هو اللي بيحفزنا لتكرار السلوك، مش الحصول الفعلي عليها. وهرمون الدوبامين بيرتفع جدا بمجرد توقع حدوث السلوك تاني، علشان كده بيحفزك لتكراره. وعشان نقدر نمارس عادة جديدة ممكن ما تكونش جذابة بالنسبة لك، هنعمل حيلة صغيرة كده، وهي ان احنا نربط عادة جديدة لسه عايزين نتعلم ممارستها بعادة قديمة احنا بنستمتع بيها بالفعل. يعني هنستخدم نظرية تكديس العادات اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، وهي اني اربط عادة بعملها بالفعل بعادة جديدة عايز اكتسبها. عايز تواظب على مروح الجيم وحاسس ان الموضوع ممكن يكون صعب وتقيل عليك شوية؟ ما بدل ما اروح الجيم كان زماني قاعد على القهوة مع اصحابي بنضحك ونلعب ونهزر. يا سيدي خلاص ما تزعلش، متعود تقعد مع اصحابك، خد صحابك معاك الجيم. اهو بدل ما بتهزروا على القهوة وانتوا بتلعبوا دومينو، هزر في الجيم وانت بتشيل حديد. جربت الموضوع ده مع ابني، هو مش بيحب مادة الرياضيات خالص. يوم درس الرياضة ده قبل الحصة بساعة فجأة كده وبدون أي مقدمات حواجبه توجعه، أو يدخل ينام نوم أهل الكهف كده قبل الحصة بنص ساعة وأقعد أهاتي عشان أصحي فيه ولا حياة لمن تنادي. قلت له تعالي يا حبيبي، هو مفيش حد من صحابك معاك في الدرس ده؟ قال لي في 2 3 كده بس يعني مش صحابي قوي. قلت له لا، ودي تيجي؟ وصحابك حبيبي بياخدوا عند مين؟ قال لي عند نفس المدرس بس هم في مجموعة تانية. قلت له لا ما ينفعش، ربنا ما يفرقوش ابدا، ودي تيجي؟ هو الواحد ايه غير صحاب وشويه حاجات كده فوق بعضيها. انت تشوف ميعاد المجموعه التانية واحنا نحاول نظبط مواعيد بقيه الدروس على ميعاد المجموعه دي. وفعلا الحمد لله التزم وبقى يروح الدرس وخف من كل الامراض، وحتى لو نام قبل الدرس بشويه ولا حاجه مجرد رنه صغيره من اي واحد فيهم بتخليه ينط واقف، وقدر ان هو يتخطى غلاسه الرياضه على قلبه في مقابل الصحبه الحلوه واللمه. ومن هنا لازم نكون عارفين ان السلوكيات اللي بنتبناها دايما بتتاثر بشكل كبير بالمجتمع اللي احنا بنكون عايشين فيه. فالطبيعي ان احنا بنتاثر بشكل كبير باهلنا وباصحابنا وقرايبنا وبالمجتمع والناس عموما. فلو انت اساسا من اسره رياضيه الطبيعي ان انت كمان هتكون شخص رياضي، ولو شله الصحاب اللي انت منها بيحبوا القرايه هتلاقي نفسك انت كمان بتحاول انك تقرا زيهم، لانك اكيد هتبقى حابب انك انت تشاركهم الاحاديث والانشطه بتاعتهم. لان الانسان عاده بيميل لتقليد سلوك الاغلبيه عشان يشعر بالانتماء ليهم وما يحسش ان هو غريب عنهم. كمان بنميل لتقليد الناس اللي بنحبهم والناس اللي احنا معجبين بيهم وبنشوفهم قدوه لينا، وبنحب دايما ان احنا نقلد سلوكياتهم. واكتر السلوكيات جاذبيه على الاطلاق بتكون هي السلوكيات الطبيعيه في بيتك. يعني لو البيت اللي انت عايش فيه اساسا بيتبع نظام الاكل الصحي وانت اتولدت لقيتهم بياكلوا اكل صحي، طبيعي انك انت هيكون ده احلى اكل بالنسبه لك، مش محتاج ابدا انك تقاوم او تعمل اي مجهود عشان تاكل اكل صحي. وكذلك لو انت اساسا نشأت في مجتمع مهتم بالقراءه هتلاقي ان كل حاجه حواليك بتساعدك وبتدفعك انك تمارس السلوك ده،
عشان كده انت كمان هتمارسه بمنتهى السهولة. وعموما طبيعة الإنسان إنه بيحب يتوافق مع الغير ويحس إنه مرتبط ومنتمي للمجموعة اللي هو منها عشان ما يحسش إن هو غريب عنهم. وده النهج أو الاستراتيجية اللي بناء عليها بيعملوا معسكرات للعلاج الجماعي أو معسكرات لفقدان الوزن أو لاكتساب عادات معينة أو التخلص منها. وده لما بتكون الأهداف والسلوكيات عامل مشترك بينك وبين باقي أفراد المجموعة. كمان عشان تخلي العادة جذابة لازم تغير طريقة تفكيرك ناحية العادات اللي انت بتكون شايفها صعبة. يعني أنا لما بروح الجيم بصراحة حيلي بيتهد. لا، أنا لما بروح الجيم بالعكس بخرج الطاقة اللي جوايا وبرجع من الجيم وأنا حاسس إن أنا ريلاكس خالص واتخلصت من الضغوط اللي كانت عليا. يا الوظيفة اللي أنا فيها مملة جدا، مضطر إن أنا أصحى لها كل يوم الصبح بدري. استبدلها بالحمد لله إن أنا عندي وظيفة كويسة ومستقر فيها. أنا تعبت جدا من وقفة المطبخ، لازم كل يوم أقف أعمل فطار وغدا وعشاء. استبدليها بالحمد لله إن أنا وأسرتي بنقدر إن إحنا نتجمع 3 مرات في اليوم على الفطار والغدا والعشاء. دي نعمة كبيرة من ربنا. فربط العادة بمشاعر إيجابية بيخليها جذابة أكتر وبيخليك تكرر السلوك تاني. ولو عايز تتخلص من عادة اربطها بمشاعر سلبية، ده هيخليها مش جذابة بالنسبة لك وهتقدر تتخلص منها ومش هتحب أبدا إن أنت تكررها تاني. القانون الثالث لممارسة العادة: اجعلها سهلة. أستاذ في جامعة فلوريدا قسم طلاب قسم التصوير الفوتوغرافي عنده لمجموعتين. مجموعة سماها مجموعة الكم، ودول طلب منهم إن هم يصوروا أكبر قدر ممكن من الصور، وتقييمهم النهائي هيكون بناء على عدد الصور اللي أنتجوه. يعني اللي صور 100 صورة هياخد تقدير ممتاز، واللي صور 80 هياخد تقدير جيد جدا، واللي صور 60 هياخد تقدير جيد، وهكذا. المجموعة الثانية وهي مجموعة الكيف، وطلب منهم تصوير صورة واحدة فقط، وتقييمهم هيكون بناء على جودة الصورة. يعني كل ما كانت الصورة شبه مثالية هتحصل على تقدير أعلى. وفي نهاية الفصل الدراسي كانت المفاجأة: أفضل الصور اللي اتقدمت كانت من مجموعة الكم مش من مجموعة الكيف. لأن في الوقت اللي كان فيه مجموعة الكيف مشغولين جدا بالتفكير في ازاي يقدروا يصوروا صورة تكون مثالية وخالية من الأخطاء وبتحتوي على كل العناصر، كان مجموعة الكم منهمكين فعلا في عملية التصوير، وصوروا بدل الصورة 10 و100، وكل صورة كانوا بيصوروها كانوا بيعرفوا ايه الأخطاء اللي أخطأوها فيها عشان يقدروا إن هم يحسنوا الصورة اللي بعدها ويحصلوا فيها على جودة أحسن. وده اللي عملته الممارسة لحد ما قدروا بعد ممارسة التصوير الفوتوغرافي في صورة واثنين و10 ان هم يحصلوا على صور جيدة جدا شبه مثالية بفعل الممارسة والتكرار. وده الفرق بين الحركة والفعل. ايه الحركة وايه الفعل؟ الحركة هي الخطة اللي بتحطها لنفسك والاستعداد والبحث والتعلم حوالين السلوك اللي انت عايز تمارسه. اما الفعل فهو ممارسة السلوك، واللي بدوره بيتحسن كل ما مارسنا السلوك اكتر. يعني لو عايز اكون كاتب واكتب قصص، الحركة هي اني اتعلم ازاي اكتب قصة وازاي ابدأ وازاي اسرد افكاري وازاي اقدر استخدم محسنات اللغة علشان اقدر اكتب جمل جذابة تجذب القارئ وازاي اكتب قصة مشوقة عموما. لكن لو قعدت فعلا وبدأت اكتب قصة فده هو الفعل. والحركة طبعا مفيدة جدا، لكن لوحدها مش كفاية ابدا انها تحقق اي نتيجة. لكن الفعل هو اللي هيديلك نتيجة، ومع كل مرة هتكرر فيها السلوك هتحصل على جودة افضل وهتتفادى الاخطاء اللي مريت بيها قبل كده. فالاكيد ان جوده اول قصه هتكتبها مش هتكون ابدا زي جوده القصه اللي هتكتبها بعد ما تكون كتبت فعلا 10 قصص او اكتر. فعشان توصل لاتقان اي عاده ما تقعدش تفكر فيها وازاي هعملها وازاي ابدا واعمل ايه وافكر في تفاصيلها وفي الفوائد اللي هتعود عليا منها. ابدا ومارس العاده، واوعدك الاتقان هيجي مع التكرار. وعشان نخلي اي عاده سهله لازم نقلل المجهود اللي بنبذله في ممارسه العاده. ازاي؟ عايز اكتسب عادة شرب المية، يبقى احط المية جنبي في كل مكان عشان ما اتعبش واقوم اجيبها وابذل مجهود، فبالتالي المجهود ده هيخليني بعد كده اكسل ان انا اقوم. عايز تواظب على عادة الجيم، ما تنقيش جيم بقى يكون بعيد جدا عن بيتك مضطر عشان تروح وتقطع مسافة كبيرة فبالتالي هتكسل. لا، اختار اقرب جيم يكون جنب البيت. سهل الموضوع على نفسك، خلي لبس الجيم والادوات الرياضية دايما جاهزة قدامك. يعني لو انت هتصحى الصبح تروح الجيم حضر هدومك من بالليل بحيث ان انت لما تصحى ما تواجهش صعوبه وتقعد تدور فين التيشيرت فين الشنطه فين مش عارفه ايه. لا، حاجتي كلها جاهزه، انا بمجرد ما هصحى من النوم هلبس وانزل على طول. وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت انك انت تقدر تصمم البيئه الخاصه بيك عشان تخلي اشاره بدء العاده واضحه قدامك، وكمان عشان تخلي العاده سهله. اتخلص من اي صعوبات ممكن تكون عائق قدامك لممارسه العاده، والعكس لو عايز تتخلص من عادة خليها صعبة عليك. عايز تتخلص من عادة أكل الحلويات ما تحطهاش قدامك، خليها في مكان بعيد عن إيدك. على قد ما تقدر صعبها على نفسك، واستخدم قاعدة الدقيقتين.
اختزل اي سلوك او عادة عايز تكتسبها في انك تمارسها في خلال دقيقتين فقط لحد ما تتكون العادة وتكسر الحاجز النفسي اللي بينك وبينها، وبعد كده تقدر تزود فيها شوية شوية وتستمر عليها. عايز تكتسب عادة القراية، يبقى مش شرط ان انا اجيب كتاب 500 صفحة واقعد اقراه مرة واحدة، او اصمم ان انا لازم اخلصه في يوم او في يومين. مش هينفع، مش هتقدر كده، هتكره القراية من اولها. ممكن تاخد كل يوم صفحة واحدة بس من الكتاب، مش هتحس بيها خالص. قراية كل يوم صفحة واحدة من الكتاب مش هتاخد منك اكتر من دقيقتين، ومع الاستمرار هتترسخ عندك العادة. وبدل ما تقرا بعد كده صفحة ممكن تزود صفحتين 3 4 لحد ما تترسخ عندك عادة القراية. بعد كده هتلاقي نفسك انت قاعد مش قادر تقوم من غير ما تخلص الكتاب. عايز تكون شخص رياضي وتروح كل يوم الجيم وتلتزم بالتمرين، البس وروح الجيم واقعد في الجيم 5 دقايق ان شاء الله، حتى ما تتمرنش خالص، بس بقيت كل يوم بتروح الجيم مرة في مرة لحد ما خلاص بقيت متعود ان انت كل يوم بتروح الجيم. ساعتها بقى مش هروح وادفع فلوس وما اتمرنش، اتمرن. ولما تتمرن ما تتمرنش برضو مرة واحدة، ابدأ تتمرن في الاول دقيقتين 5 دقايق 10 دقايق، وشوية شوية تزود مدة التمرين لحد ما تترسخ عندك العادة وتقدر انك انت تستمر عليها، لانك هتكون كسرت صعوبتها وممارستها بالنسبة لك هتكون اسهل ما يمكن، لان عقلك خلاص هيكون تقبلها كعادة وبدأ يعملها بشكل لا واعي، مش هتحس بيه اصلا. وعارف ايه اسهل حاجة عليك دلوقتي؟ انك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدوس لايك لو حاسس انك استفدت من الحلقة. اوعى تنسى، تمام؟ وده نوع من انواع الالتزام، اجبر نفسك على الالتزام بالعادة. عايز تقلل نفقاتك؟ لما تخرج ما تاخدش معاك فلوس كتير، خد معاك فلوس على القد عشان ما يكونش عندك فرصة انك تصرف في حاجة ملهاش لازمة. عايز تقلل اكل الحلويات؟ يبقى ما تشتريش حلويات او ما تعملش حلويات اصلا في البيت، وحتى لو طلبت معاك قوي اشتري كمية يا دوبك تقضيك لمرة واحدة. عايز اقلل من استخدامي للتليفون؟ ممكن استعين بالتكنولوجيا. في تطبيق مثلا بنتي استخدمته عشان تجبر نفسها على المذاكره وتبعد عن المشتتات وعن التليفون اللي كل شويه تمسكه وتبص فيه وهي بتذاكر. فعلا التطبيق ده قفل التليفون للمده اللي هي حددتها، ساعه او ساعتين، ومش ممكن تقدر تفتحه خلال الوقت ده. في الاول حاولت فعلا ان هي تفتحه وحاولت بكل الطرق ان هي تدخل على التليفون تاني، لكن فعلا التطبيق كان قافل التليفون وما قدرتش تفتحه غير بعد المده اللي هي كانت محدداها، وده ساعدها على الالتزام. عايز تعمل اي حاجه وكل ما يجي وقتها تاجلها؟ ورط نفسك، نظام التوريط ده هايل. عايز تعمل زيارة لحد من قرايبك يوم الأجازة وكل ما يجي يوم الأجازة يجي وقتها وتكسل؟ اتصل بقريبك ده وحدد معاه الميعاد واتفق معاه على ميعاد الزيارة قبلها بشوية، هتلاقي نفسك اتورطت وخلاص قلت له. ما ينفعش انك انت ترجع تاني تقول له لا معلش انا مش جاي، عيب حتى يبقى شكلك وحش. القانون الرابع لاكتساب العادات، اجعلها مشبعة. القوانين ال3 الأولى لتغيير السلوك، اجعلها واضحة، اجعلها جذابة، اجعلها سهلة، بتزيد من احتمالية ممارسة السلوك. انما القانون الرابع اجعلها مشبعة ده بيزيد من احتمالية تكرار السلوك، لان زي ما قلنا الهدف من اي سلوك هو الحصول على المكافأة اللي هي الفايدة اللي هتعود عليا من وراء السلوك، او الشعور بالمتعة اللي احس بيه بعد ما امارس السلوك. فيا سلام بقى لما تكون المكافأة دي فورية مش مؤجلة، لأن المكافآت المؤجلة أو المكافآت بعيدة المدى بتكون احتمالية إنك تفقد الحافز لممارسة السلوك ده كبيرة جدا، وبالتالي مش هتقدر تستمر في ممارسة السلوك أو العادة دي. عشان كده أفضل طريقة إني أستمر على العادة هي إني أربطها بمكافأة فورية، زي لو أنجزت شغل البيت كله في ساعة واحدة بس هكافئ نفسي بفنجان قهوة حلو، أو لو خلصت مذاكرة جزء معين هكافئ نفسي بان انا اتفرج على حلقه من المسلسل اللي بحب اتابعه، او ممكن وانا واقفه كل يوم في المطبخ ببقى خلاص طالع عيني ومش طايقه الوقفه اشغل جنبي حاجه بحب ان انا اسمعها، زي ان اشغل اذاعه القران الكريم او ان انا اسمع بودكاست مفيد، او يا حبذا بقى لو هتشغل جنبك حلقات بالهجوي. شوفي كم كتاب ممكن تاخدي الخلاصه والفايده بتاعتهم في الساعه اللي انت واقفه فيها في المطبخ. تاني طريقة تخليني أحس بالإشباع هي إني أتعقب عاداتي، ودي وسيلة بسيطة بقيس بيها التزامي بالعادة من عدمه، زي جدول أداء الصلوات ال5. بشوف كل صلاة أديتها في وقتها أحط جنبها علامة صح، والصلاة اللي فاتتني أحط جنبها علامة غلط. وتعقبنا للعادة أو تتبعها ده ليه 3 فوائد. أولهم إنه بيحط العادة في منطقة الإدراك، وده بيحفزك أكتر على الاستمرار على العادة. والأبحاث أظهرت إن الناس اللي بتتتبع تقدمهم ناحية هدف معين زي فقدان الوزن أو الامتناع عن التدخين، دول بيتحسنوا بشكل أفضل وبيوصلوا لهدفهم أسرع من الناس اللي مش بتتعقب عاداتها ومش بتتابع تقدمها ناحية الهدف.
تاني فايدة ان تتبع العادة نفسه بيكون جذاب، لانك لما بتشوف بعينيك ازاي بتتقدم في اكتساب العادة ده بيحفزك اكتر للاستمرار عليها، ومش هتكون حابب ابدا انك تضيع سلسلة النجاحات اللي قمت بيها وتضيع مجهودك. الفايدة الثالثة ان تعقب العادات بيكون مشبع في حد ذاته. فلو هتمارس عادة زي عادة الادخار، فلما تيجي بعد فترة وتلاقي انك انت ادخرت مبلغ كويس، ده في حد ذاته ممتع. لو تفتكر واحنا صغيرين كنا لما بنحوش في الحصالة كل شوية عايزين نفتح الحصالة ونشوف احنا حوشنا كام، لان ده في حد ذاته كان بيمتعنا جدا. رغم انك ممكن تبقى عادتهم بالسحتوت وعارف انت محوش كام ومعاك كام، بس لا، مجرد ان انا افتح الحصالة كده واشوف الفلوس واقعد اعدهم، يا سلام، ده في حد ذاته اشباع. في اللحظة دي نفسها هي اللي بحس فيها بالمكافأة. والخلاصة ان تعقب العادة بيخلق اشارة بصرية بتفكرك دايما بممارسة السلوك، وبيحفزك لانك بتحس بالتقدم وبثمرة مجهودك، وبيحسسك بالاشباع لان ده بيخليك تشوف نجاحك بعينك، وده بيخلق اشباع فوري او مكافأة فورية. ولازم تحط في اعتبارك ان اي عادة مهما استمريت عليها هيجي يوم لسبب ما لظروف ما ممكن تقطع العادة دي. ممكن يكون لأسباب مرضية، لظروف سفر في وقت معين، حاجة معينة في وقت معين استحوذت على اهتمامك فخلتك تقطع شوية عادة كنت بتمارسها. أيا كان السبب فكر نفسك دايما إياك إنك تقطع عادة مرتين. اضطريت تقطع العادة مرة، ارجع تاني وكمل. مش معنى إننا وقعنا في الفخ مرة خلاص يعني نفضل واقعين، لا، قوم كده وصحصح معانا وكمل. وده اللي بيميز الشخص الناجح من الشخص الفاشل، لأن كلنا بيجيلنا يوم بتتعارض فيه الأسباب مع بعضها، أو بنحس إن إحنا مش في أفضل حالاتنا، أو حتى ممكن بفقد الشغف وأحس إن أنا مش عايزة أكمل، أو حتى إرادتي تضعف. كل ده وارد إنه يحصل، لكن الإنسان الناجح بيقوم تاني وبيكمل ويواصل التزامه وما بيستسلمش. يعني لو بتواظب على الجيم وجيت في يوم تعب أو انشغلت شوية أو اضطريت للسفر فبالتالي ما قدرتش إنك أنت تواظب على الجيم، مش معنى كده إني أنسى الموضوع تماما، لا. أول ما ترجع من السفر، أول ما تخف، أول ما تظبط مواعيد شغلك، ارجع تاني الجيم. مواظبة على نظام أكل صحي بقالك فترة وما قطعتيهوش، بس جيتي خرجتي في يوم مع أصحابك والدنيا باظت، خلاص ده يوم، ما اقعدش أقول بقى خلاص ده أنا بوظت الدنيا وضيعت تعب الأيام اللي فاتت، لا، عادي، كملي. كل شيء بيتعوض. ومن الأساليب اللي هتساعدك على الالتزام بالعادة إنك تعاقب نفسك في حالة الانقطاع عن ممارسة العادة أو في حالة الأخطاء. ممكن ساعتها تستعين بزوجتك، بوالدتك، بحد من أصحابك، بحيث إن في حالة انقطاعك عن العادة يقوم هو بتطبيق العقاب عليك، بحيث إنك لو انقطعت عن العادة أو صهينت عليها كده شوية يطبق هو عليك العقاب. ولو أم أو أب ممكن بقى تستعينوا بولادكم في الموضوع ده. بصوا، سياحين هيخليكم تمشوا زي الألف. بنبه على ولادي اللي ياخد كوبايه في اوضته يا ريت وهو خارج يشيلها، لو اخد ازازه ميه يا ريت وانت طالع من الاوضه الصبح تطلعها تحطها في المطبخ. يا سلام بقى لو حد فيهم لمحني انا شربت كوبايه شاي او اي حاجه وحطيتها جنبي وقمت، يعني مش عايزه اقول لك على اللي بيحصل فيا يعني، بس الحمد لله الحمد لله كله بيعدي. مش احنا بس اللي بنربيهم، هم كمان بيربونا. المهم ان احنا كمان نلتزم بالعادات زي ما بنلزمهم بيها عشان نكون قدوه يعني وكده. ممكن مثلا نحدد نظام مسبقا، يعني مثلا اللي مش هيلتزم ب5 صلوات في ميعادها هنعمل حصاله كده للبيت، واللي مش هيلتزم هيحط فيها 10 جنيه، او اللي مش هيحفظ مثلا ورد القرآن بتاعه النهارده هو اللي هينزل يشتري طلبات البيت. والغرامات الماديه دي غالبا بتوجع شويه، فهيفضلوا ان هم يلتزموا بالسلوك احسن ما يدفعوا. وطبعا مش عايزه افكرك ان اي عاده عايزين نتخلص منها على طول هنعمل ايه؟ هنعكس القوانين. اخفي الإشارة وافتكر أضرار وعواقب العادات السيئة عشان ما تكونش جذابة بالنسبة لك، وخليها صعبة عليك عشان ما تقدرش إنك تقوم بيها كل مرة، وجعلها غير مشبعة أو غير مرضية، وده هيكون أهم سبب هيخليك تمتنع عن العادة. وأخيرا إحنا مش بنسعى أبدا للكمال، لأن الكمال ده مش صفة بشرية، دي صفة إلهية، لكن إحنا بنسعى دايما إن إحنا نحسن من نظام حياتنا. وافتكر ان احنا مش لازم نعمل تغيرات جذرية وكبيرة علشان نقدر نحسن حياتنا للأفضل، لكن نقدر نعمل تغيرات وتحسينات صغيرة وفي خطوات بسيطة مع الاستمرار عليها يوميا هتكون النتيجة ان شاء الله تحسينات كبيرة جدا. والأهم من كل اللي قلناه انك تستعين بالله سبحانه وتعالى وتاخد بالأسباب اللي اتكلمنا عنها وشرحناها لكاتبها جيمس كلير. وبالتوفيق يا رب للجميع كده وحياة أفضل. لو وصلت معانا لنهاية الفيديو فأنا بشكرك جدا على حسن المتابعة، وأتمنى إنك ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدعمنا دايما باللايك والشير عشان نقدر إن احنا نستمر. وأتمنى إنكم تكتبوا لنا في الكومنتات ترشيحاتكم الكتب حابين إن احنا نشرحها أو موضوعات حابين إن احنا نتكلم عنها. مع السلامة.